مشروبات الطاقة، وديت الترند اوريدي بتاع الشباب في الفترة ديت. لو جينا بصينا على مكوناتها فانت هتلاقي عندك الكافيين هو الاصل، بالاضافة لبعض الامينو اسيدز اللي بتدي انرجي زي التوارين مثلا. في بعض مشروبات الطاقة بيحطوا فيها الجينسنج، في مشروبات طاقة بيحطوا فيها الافيدرا بس دي بتبقى بره مصر، في مشروبات طاقة بيحطوا فيها حاجة اسمها شاي الجورانا، وده بيكون تركيزات الكافيين فيه تقريبا 7 مرات اللي موجوده في القهوه عشان يدي احساس بالانرجي اكتر. الحاجات ديت الاستخدام الطارئ ممكن تبقى كويسه. بعض الرياضيين بيستخدموها للبري ورك اوت اللي هي ما قبل التمرين عشان يديله يعني حماس وهو داخل التمرين. المشكله فين؟ المشكله عند الناس اللي عندها حساسيه من الكافيين، هتعاني بشكل سريع من البالبيتيشن اللي هي زياده ضربات القلب، احساس الصداع، ومع الوقت كمان ممكن ياثر على التركيز ويعمل جزء من الرعشه او التريمورز عندنا في الاطراف. مشروبات الطاقه لا ينصح بيها الا للناس اللي محتاجاها زي الرياضيين، غير كده ممكن يبقى اثارها الجانبيه اكبر بكتير، وبالذات مع الصغيرين. احنا بنشوف النهارده يعني مراهقين 12 و13 و14 سنه بيستهلكوها بكميات كبيره بدون مراعاه هل وضعهم الصحي يسمح بيها ولا لا، حساسيه جسمهم قصاد الكافيين هتبقى عامله ازاي. وبالتالي بلاش نقلد الترندات ونفتكر دايما ان صحتنا اهم.